تعالوا نتكلم شويه في التشريح. ستيفد ليج ديد ليفت، وده غير تمرينه الديد ليفت الصريحه. الفرق هنا ان رجلك بتكون مفروده وركبك بتكون متنيه حاجه بسيطه قوي، وهنا انت بتنزل توطي تمسك البار وبترفع ظهرك لفوق وبترجع تاني لنفس المكان. فهنا انت مش بتحرك رجلك خالص، انت رجلك ثابته، لا رجلك بتطلع وتنزل ولا مؤخرتك بتطلع وتنزل، رجليك ثابته زي الالف. فمع الطلوع والنزول بالمنظر ده عضلات ظهرك هي اللي بيكون عليها فوكس وتركيز اكتر. لكن على عكس تمرينه السومو ديد ليفت او الديد ليفت المعروفه، وهو انك بتنزل بوسطك لحد هنا ورجليك بتعمل زاويه 90 درجه، وهنا الحمل الاكبر بيكون على الرجل مش الظهر. عضلات الظهر بتشتغل معاك وبشكل كبير، لكن كون ان وسطك نزل لتحت فانت كده بتبتدي تشتغل على الرجل اكتر بكتير. فهنا انت عايز تركز على عضلات الظهر عموما وخصوصا القطنيه، فهتعمل الستيفد ليج ديد ليفت اللي رجليك بتبقى ثابته فيها ووسطك ما بيتحركش. لكن لو عايز تشغل رجلك اكتر خليك في تمرين الديد ليفت او السومو ديد ليفت اللي بيشتغل على نزول وسطك لتحت. لو استفدت اي حاجه او عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك